خرج مريان وكريس سوا للغدا. فضلت مريان تبص حواليها وفكرت ده فعلا ستايل المطاعم اللي ممكن يختارها كريس. اتضايقت مريان وفكرت هو المطعم حلو بس مش حاساه مناسب ليا. المهم كانوا قاعدين على ترابيزة وكريس كان جايب لها ورد عشان يعبر عن حبه واعتذاره وكده. والله وطلعت رومانسية واحد جدك. المهم ان كريس كان جايب لها الورد ده عشان يعتذر لها عن الفصل البايخ اللي حصل في المطعم اللي فات. وقال لها مريان محدش هيقدر يبصلك بأي نظرة دونية تاني ولا حتى أنا. استغربت مريم من اللي هي بتسمعه وقعدت تقول هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ هو كان بيبص لي نظرة دونية؟ وفكرت برضه مهما قلت أنا مش عايزة أتوقع منك أي حاجة. يا ريتك لو كنت عبرت عن مشاعرك بدري شوية عن كده. سألها كريس هو انتي بتتواصلي مع عيلتك؟ بعد اللي حصل مع فرونيكا واختفائك أظن إن هم قلقانين عليكي جدا. قالت له مريان هبقى أكتب لهم جواب أول ما أرجع البيت النهاردة. شكرا لاهتمامك. غير كده هو مش احنا كنا متفقين إن احنا هنتكلم في حاجة ليها علاقة بالقضية النهاردة؟ قال لها أيوه، أيوه، أنا كنت باخطط إن أنا أكلم الصحافة وأقول لهم إن أنا اللي هامسك قضية الطفل. ردت مريان آه فهمتك، دي خطة عشان تضغط على القاضي اللي عنده ميول محافظة مش كده؟ بس أنت مش في وضع قوة لأنك أنت ما عندكش ولا دليل على براءة الطفل. ده حقيقي عشان كده أنا محتاج مساعدتك. استغربت مريان وقالت له مساعدتي؟ قال لها كريس بصراحة أنا عايزك تتواصلي مع مامة الطفل لأن بصراحة هي مش عندها قابلية إنها تتكلم معايا، واضح إن الموضوع صعب عليها. كمل كريس طبعا أنا بطلب منك الطلب ده بصفتي محامي استشاري للاسم مش المحامي اللي بيدافع عن الطفل. وكمل كريس لو هي مش عايزة تتكلم معايا كمحامي على الأقل ممكن تتكلم مع المحققين اللي في التيم بتاعك، وأنا شايف إنك هتقدري تحلي المشكلة دي. ولا الموضوع صعب؟ فرحت مريان وقالت له لا لا خالص، لو انت بتطلبها كخدمة فما تقلقش الموضوع مش صعب. ابتسم كريس وبعدين خلصوا الغدا وخرجوا من المطعم. المهم وهم ماشيين قال كريس لمريان على فكرة يا مريان انت كنتي موعداني قبل كده ان احنا هنقضي يوم سوا. قعدت تفتكر مريان هي امتى ادت له الوعد ده وبعدين افتكرت انه ايوه في اليوم اللي حصلت فيه الخناقة في المطعم اللي كان على البحر. وقالت كده كده كنت هقبل فمفيش مشكلة ان انا اقبل دلوقتي. قال لها ايه رأيك ان احنا نتناول العشاء في بيت الماركيز في الويك اند الجاي؟ ضحكت له مارينا وقالت له تمام هحاول افضي له وقت في جدولي. يا عم المشغول انت. بص لها كريس بنظرة كلها حب وقال لها شكرا. اتصدمت مريان وقعدت تقول ايه ده؟ كريس شنايدر بيشكرني؟ حاسب على البنت يا ابني لا تروح مننا. ومريان ماشية وراه مش مصدقة نفسها من الفرح. المهم هما ماشيين في طريقهم سألها كريس هو انت قلتي للناس اللي معاكي في التيم انك انت هتقابلي مامة الطفل؟ قالت له بصراحة ان ماكس الحقود اتريق عليا وقال لي القضية كده كده مقفولة فما تضيعيش وقتنا. اما بقى المحقق نيك فقال لي لا كملي لحد الاخر بصراحة شجعني. نيك ده بيقولوا عليه انه راجل متجوز وعنده 3 عيال. استغربت مريم من الرد وقالت له طب ما انا عارفه انت ليه بتقول ده دلوقتي؟ قال لها كده بدون سبب. المهم وهم واقفين بيتكلموا مع بعض جالهم واحد وسالهم ايه ده هو انتوا ظباط بوليس؟ ردت عليه مريان وقالت له ايوه انا ظابطه بوليس. كمل الراجل وقال لها الموضوع كان صعب جدا، الناس بتقول ان الطفل ده قتل اخته. ردت مريان بصراحه احنا مش متاكدين لسه من الموضوع ده. ملامح الراجل اتغيرت وبص لهم بحده وقال لها لا ده حصل فعلا. يوم الحادثة أنا سمعتهم هما الاتنين وهما بيتخانقوا مع بعض. قالت له مريان طب تمام ممكن تقولي تفاصيل أكتر؟ قال لها أكيد، أنا جار نينا القتيلة. ولسه بيمد إيده عشان يسلم عليها ومريان بتعرفه على نفسها. دخل كريس في النص والاتنين واقفين مستغربين اللي هو مالك يا عم في إيه؟ المهم كمل الراجل وقال في اليوم اللي اتقبض فيه على الطفل أنا سمعت خناقتهم سوا. الحقيقة إن الوضع كان عنيف جدا ما بينهم. لحد دلوقتي أنا فاكر كويس قوي بولو وهو بيصرخ وبيقول إن هو هيقتلها وعمال يقول لها هقتلك هقتلك. قالت له طب تمام والصوت ده كان فين بالظبط؟ رد عليها وقال لها كان ورا بيت السيد كي. الحقيقة إن أنا كنت قاعد في الجنينة طول اليوم عشان كده كنت سامع الصوت بشكل واضح. بصت مريان قدامها وشافت الحذاء متسخ جدا وقعدت تقول يا ترى هو كان بيعمل ايه في الجنينة عشان الحذاء يبقى متسخ بالشكل ده. وكمل بعدها بفترة قصيرة لقيت الطفل عمال يجري وهو مرعوب جدا. ايه رأيك بقى في الشهادة دي؟ أظن الموضوع واضح مش كده؟ على فكرة أنا كمان هشهد في المحكمة بالكلام ده عشان الطفل ده ياخد أقصى عقوبة يستحقها. ابتسمت له مريان وقالت له أنا آسفة جدا عشان خليتك تفتكر الموقف الصعب ده، بس على العموم شكرا جدا على شهادتك. وهي واقفة وبتتكلم معاه لحظة إصابة على دراعه. له واضح إنك مصاب. أول ما سمعها ارتبك وحط إيديه ورا ظهره. قال لها الإصابة دي أصل في قطة سودا ساكنة هنا في الحي كنت عايزة أربيها
لأن شكلها بيقول إنها كيوت، بس للأسف خربشتني جامد. قالت له أيوه أيوه واخدة بالي، شكرا عشان اتعاونت معانا. وقالت لكريس يلا بقى عشان نروح لبيت مامة الطفل. بس كريس أصلا ما كانش سامعها وكان ماشي عشان يشوف فناء بيت مستر كي اللي الخناقة كلها حصلت فيه. بصت مريان لكريس وقالت قبل ما نرجع في مكان تاني احنا لازم نروح. راحت مريان وكريس عند والدة الطفل عشان يسألوها بالظبط ايه اللي حصل. طبعا والدة الطفل كانت منهارة ومش مبطلة عياط. قعد يفكر كريس زي ما كنت متوقع مش هعرف اخد منها ولا معلومة مفيدة طول ما هي عمالة تعيط كده. فضلت مريان تسألها هو انتي كويسة؟ ردت عليها لا طبعا انا مش كويسة. قربت منها مريان ومسكت ايديها وقالت لها انا متفهمة جدا الحزن اللي انت فيه، انا حتى مش قادرة اتخيل ان لو مكانك كنت هعمل ايه، بس انت لازم تقولي لنا الحقيقة عشان نقدر ننقذ الطفل. باصص عليهم كريس وعمال يقول اهو كويس اهي مريم دلوقتي هتعرف تطلع منها اي معلومة. الست عمالة تعيط وكريس يقول لها خدي وقتك انا هستناكي لحد ما تبقي قادرة تتكلمي. قالت له لا انا دلوقتي بقيت كويسة، انا هحكي على كل حاجة. ابدأ منين؟ قال لها احكي من الاول، احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط، ايه الموقف اللي انت شفتيه وايه القرارات اللي انت خدتيها، حتى لو كانت علاقتك سيئة بالجيران اللي حواليكي. وفي اسم البوليس وفي الدور اللي فيه المشرحة دخلت مريان للمشرحة وقالت إن المحقق نيك طلب منها إنها تيجي عشان تعاين الجثة، وده لأن الطبيب الشرعي موجود. لكن أنا ما كنتش أعرف إن أنت كمان الطبيب الشرعي. يطلع مين بقى ده؟ دكتور ليام اللي عالجها لما اتصابت وهي بتجري ورا الحرامي. في أول مهمة ليها في أول يوم جت فيه القسم ابتسم لها ليام وقال لها مريان هو أنا مش قلت لك إن إحنا هنتقابل كتير بعد كده؟ قالت له مريان يعني هو ده اللي أنت كنت تقصده؟ ضحك لها وقال لها لا الصراحة أنا كلامي بيحمل أكتر من معنى. وهم قاعدين يتكلموا ويهزروا هوب دخل واحد جده في النص وقال له على فكرة أنا اسمي كريس شنايدر وبشتغل مستشار للاسم هنا. اللي هو ما حدش سألك أصلا؟ قال له ليام أنا دكتور وطبيب شرعي هنا في الاسم. سألته مريان يا ترى بقى في أي معلومات جديدة عننا؟ ابتسم لها ليام وقال تقصدي إننا كيه؟ قال لها زي ما كنت شاكك، سبب الوفاة كسر في الجمجمة، وممكن يكون الكسر ده بسبب إنها وقعت من على السلم أو اتعرضت لضرب بآلة حادة، وده معناه إنها ماتت في لحظتها، يعني ما لحقتش إنها تصرخ. وخرج ليام الجثة عشان يشوف إيديها وخافت جدا مريان من المنظر. ضحك ليام وقال لها على فكرة أنا ما كنتش قصدي أخوفك، بس كنت عايز أسألك إيه نوع الريحة اللي أنت شماها دلوقتي؟ ردت مريان أظن إن دي ريحة توت. رد عليها أيوة صح، المادة الحمراء اللي موجودة على إيديها دي عصير توت، وطبعا في شوية بقايا من اللحم والدم تحت الأظافر. بصت مريان لكريس وقالت له توت، وافتكروا لما راحوا الاتنين لحديقة الجار ولقوا فيها شجر توت كتير جدا. وكمل ليام غير كده مفيش أي حاجة تانية مهمة أقدر أقولها لكم، دلوقتي جه دوركم عشان تكشفوا الحقيقة. وشكروه ومشوا، بس قبل ما يمشوا سألوه هل كان في على رجل نينا أي آثار لنبات عنب الثعلب. وخرجوا من عند ليام وهم ماشيين قال كريس لمريان استنتاجك ما كانش غلط، فعلا كان في دم تحت ضوافرها، وده بيدل على ان احنا اتسرعنا في استنتاج ان الطفل هو الجاني، بس انت شكلك كان صح. قالت له مريان انا مبسوطه جدا انك انت لاحظت حاجه زي كده. لا مفيش حاجه، اي شخص مكاني كان هيفكر بنفس الطريقه. امني بالقوه اللي احنا بنمتلكها، القوه اللي احنا محتاجينها عشان نكشف الحقيقه. مريان كانت فرحانه جدا ومش مصدقه ودانها من اللي هي بتسمعه، ولسه هتشكره راح قايل لها بس هو انت ليه عماله تهزري مع الراجل اللي موجود في المشرحه؟ هو انتوا تعرفوا بعض بقالكوا كتير؟ قالت له مين؟ ليام. لا ابدا، انا بس اتعرفت عليه لما اتصبت قبل كده. قال لها عموما انا ما حبيتهوش، انا حاسس انه مخبي حاجه. ضحكت مريم وقالت له هو انت عمرك حبيت حد في حياتك؟ بس عموما انا اول مره اشوفك غيران من حد. مين انا؟ اطلاقا، الموضوع ملوش علاقه بالغيره. اسمعيني كويس يا مريم انا ماليش في التفاهه دي، يعني مش غيران من ليام ولا مايكل، أمال وجع دماغنا ليه؟ وفي يوم المحاكمة كانت الأخبار منتشرة عن المحامي كريس شنايدر اللي هيمسك قضية قتل طفل فيها متهم بنسبة 100%. وهل هيكون أول سقوط ليه عندنا هنا في المدينة؟ نروح بقى للمحكمة واللي كان فيها المدعي العام مايكل، واللي كان بيشكر الجار عشان جه المحكمة عشان يقول شهادته، واللي فيها أكد إن الطفل فعلا هو اللي قتل أخته. سأل القاضي كريس هل يا ترى أنت عندك أي أسئلة للشهود؟ رد وقال له أيوه. وسأل الجار أنت قلت إنك أنت كنت موجود في البيت وقت الحادثة، وقلت كمان في شهادتك إنك سمعت الضحية وهي بتصرخ وكمان سمعت صراخ تاني. فقال له أيوه، وده معناه إن الشاهد بتاعنا سمع بس أصوات لكن ما شافش الجاني وهو بيأذي المجني عليها. طبعا ارتبك وقال له
أيوه ده صح بس ولسه هيكمّل قطعه كريس وقال له سؤال كمان، هو أنت عندك شجرة توت موجودة في حديقة بيتك؟ رد الجار أيوه عندي. كمل كريس أسئلته وقال له ويا ترى بقى بتشارك التوت ده مع جيرانك؟ ارتبك الجار وقال له أيوه بس. قال له كريس خلاص أسئلتي معاك خلصت. الوقت ده كان قاعد مايكل المدعي العام عمال يفكر هو كريس بيعمل إيه بالظبط وبيفكر في إيه. وبعد كده طلب كريس من القاضي إنه يستجوب شاهد كمان، والشاهد دي كانت أم البنت المجني عليها والطفل الجاني. وافق القاضي وبدأ كريس أسئلته وقال للأم السؤال الجاي ده مهم جدا يا ريت تجاوبي عليه بكل تركيز، هي بنتك نينا كانت بتحب التوت؟